مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. طبعا قناتي مهددة بإنها تتسكر بالكامل، مهددة بإنها تتسكر بالكامل، يعني فيديو كمان واحد بينزل وخلص بتنشطب القناة. أول شي للأسباب التالية: نزلت فيديو أول امبارح، تمام؟ نزلته وكان الفيديو من قناة إعلامية من العراق، تمام؟ بيحكي هذا الفيديو إنه في طفل، تمام؟ على الإذاعة طبعا، عفوا على القناة التلفزيونية، إنه في طفل أخذ لقاح الحصبة الجديد، وتاني يوم، تمام، لما كان بده يروح على المدرسة ما قدر الولد حتى يقوم، صار معاه شلل شبه تام، يعني مش نصفي، لا شبه تام. فأنا نشرت الفيديو، نشرت اللي شو حكته هاي القناة الإخبارية، وعشان الناس تتعظ طبعا، لأنه إحنا قاعدين بنحكي لكم إنه لا تعطوا أولادكم مطاعيم، لا تخلوهم حتى يعطوهم من وراء ظهوركم مطاعيم. خلي ابنك يدافع عن حاله وقت ما بدهم يجوا يسلموهم هاي المطاعيم أو يعطوهم إياها، يدافع عن نفسه بكل قوة، ويصرخ ويعمل أكشن ويرفض تماما. هي هون الفكرة يا جماعة، إنه هذا الطفل هلأ مشلول. يعني انت عارف ايش يعني انه مشلول؟ يعني طفل كان سليم صار غير سليم، صار معاه إعاقة. للأسف إن احنا بنحكي هذا الحكي للناس والعالم، والناس مش مصدقة. الناس تستنى طعم تيجي على أولادها عشان تصدق إنه والله انت ابنك صار معاه 1 2 3 بسبب اللقاح. تمام، انت شو عليكم تعملوا؟ أولادكم بدكم تحموهم بأي طريقة كانت، بدكم تحموا الأطفال اللي حواليكم. لازم تنبهوا ولازم تحكوا وتطلعوا وتعبروا عن رفضكم التام للقاحات. أنا ابني سليم ويجي يعطوه من ورا ظهري وبدون علمي لقاح، بنزل فيهم يعني قتل زي ما بدكم تحكوا. يعني أنا بني آدمة، تمام؟ ما بستحمل حدا عزيز علي يصير معاه هالقد. يعني بيكون يوم ويندموا عليه عن جد، لأني ما رح أخلي وقتها، ما رح أخلي، يعني عن جد. فالله يعين والد الطفل ووالدته وأهله ويصبرهم على مصابهم. وطبعا صرح والد الطفل إنه هو ما كان يعرف إنهم أعطوا ابنه لقاح. يعني تخيل لو يعني العملية هاي كلياتها عملوها من وراء ظهر الأب والأم. لذلك أنت كل يوم لازم تروح عند ابنك على المدرسة، والله وما بمزح معك. يعني للآباء والأمهات هذا الفيديو، إنه بدك تروح عند ابنك كل يوم تداوم معه صدقا بالمناوبة، أنت والأم بدك تداوم مع ابنك، تحكي لهم أنا ابني ياخذ لقاح بشيل أملكم، بس هذا هو. يعني لو أنا متزوجة وعندي أولاد وصارت مع حدا من أولادي، والله العظيم ما يشوفوا خير، بس ما يشوفوا خير أبدا. يعني بوصلها للشيطان الرجيم. شايفين لوين أنا بوصلها؟ للشيطان الرجيم. لأنه شيء يا جماعة ما سهل. هذا الإشي ما سهل عن جد، إنك أنت تشوف ابنك بعد ما كان سليم يركض ويلعب قدامك تشوفه ما بيتحرك. حط حالك مكان الوالد هذا، بس حط حالك مكان هذا الأب اللي شاف ابنه بالمشفى هلأ ومش قادر يتحرك، بعد ما كان قدام عيونه بيتحرك وبيلعب. هلأ ما بده غير من الدنيا كلها إنه ابنه يرجع سليم معافى، وإن شاء الله يرجع له سليم معافى يا رب. وما بده كل هالمدرسة. يعني أنا مني وعلي بطلع ابني المدرسة، ما بدي بالمدرسة، ما بدي. أنا بعلمه، بربيه، بكبره، بخليه أحسن من 100 شهادة يطلع. عن جد بحكي لكم، لأنه الأمر مش سهل يا جماعة، الأمر كتير معقد، كتير صعب. هلأ هم تتذكروا وقت الفيديو اللي قبل لما
قبل اللي حذفوا لي طبعا اللي قبله، حكيت لكم انه هلا الجيل هذا مهتم بالتفاهات، والخوارزمية تاعت اليوتيوب بتطلع لك التافهين، الناس التافهين اللي على السوشيال ميديا هديك وهداك اللي تزوجوا او خطبوا واللي مدري ايش، بتطلع لك الخوارزمية هاي هذا الاشي. والمواضيع المهمة ابدا ما بتطلع. ما يحاكى وراء الشعوب هي هاي النقطة يا جماعة. من ضمن الاشياء اللي تحاكى من وراء الشعوب اللقاحات، انا حكيت لكم عنها ونبهتكم منها، وهي برجع كمان مرة بحكي وبنبه، ديري بالكم تعطوا اولادكم لقاحات، خصوصا الصف العاشر الكزاز، خصوصا الصف العاشر وصف اول. دير بالكم لقاحات الحصبة، لقاحات شلل الأطفال، لقاح الكزاز، ديري بالكم يا جماعة، ديري بالكم. ترى أنا راح أنشر حلقة عن مكونات اللقاح، وراح تكون منتجة عشان راح أحط فيها معلومات، راح تكون منتجة. هاي أول حلقة لإلي راح تكون منتجة. طبعا أنا ما بمنتج فيديوهاتي، أنا الفيديو نفسه بينزل، ما حتى هلا مش محضرت لك سكريبت، يعني انا ما بحضر لك والله شو بدي احكي بالفقره الاولى الثانيه الثالثه. انا بني ادمه بطلع بحكي، عندي شيء احكيه للناس والعالم رح اطلع احكيه، ولو سكروا لي قناه بفتح 1000 بدلها، يعني ما عندي اي مشاكل بهذا الشيء يا جماعه، مقابل انه انتو توعوا على التاثيرات اللي راح تكون الايام القادمه نتيجة إعطاء أولادكم مطاعم من وراء ظهركم. بس أنا عم بحكي لك داوم مع ابنك، أنا بحكي لك داوم مع ابنك. ابني ياخذ لقاح من وراء ظهري بشيل أملهم، بس أنت بدك تشيل أملهم لو أعطوا ابنك مطعوم من وراء ظهرك. إذا أنت موافق أوكي، بس ابنك بكرة هيدا عليك. بس هذا بحكي لك إياه. يعني اللقاحات تأثيراتها جهنمية، اللي هلأ راح أعطوها جهنمية راح تكون، يعني اللي أعطوه بال70 غير اللي أعطوه في ال80 غير اللي أعطوه في ال90 غير اللي أعطوه في ال2000، ومكملين بالحلقة ال2000 عأنيل. فديري بالك تعطي ابنك يعني لقاحات ومطاعيم. في ناس ربنا نجاهم لأنه بهديك الحقبة كانوا يعطوا بلاسيبو يعني مي وملح، تمام. والنص الثاني شلوا أمله. يعني في ناس هلأ معها أمراض هيكلية وإعاقات وعقم ففي ناس شلوا أملهم، وفي ناس خلوهم لا، إنه يلا نعطيكم فرصة، لكن رح ترجعوا تاخذوا هاي اللقاحات ورح نرجع نبليكم بأمراض وأشياء تانية. فيا جماعة اللي بدي تفهموه في هذا الوقت إنه إحنا عم نمر بكوارث. الكل لازم يطلع ويحكي، بس الكل لازم يطلع يحكي، أمهات وآباء، كونوا واعيين للأيام القادمة شو عم بتأتى يا جماعة. بس أنا هذا اللي بحكي لكم إياه، ويا رب تكون وصلت الرسالة. إيش الفيديو اللي حذفوه، تمام، وإيش المجريات اللي صارت مع هذا الطفل. وبنبهكم هيني من إنكم أنتوا تديري بالكم على أولادكم. وكمان شغلة ثالثة بدي أحكيها، إنه أنا هاي قناتي على فكرة ما بربح منها، عشان تعرفوا. يعني أنا قناتي هاي سكروها وما بربح منها أصلا، يعني ما فيش تربحات، والحمد لله أنا عندي شغلي الخاص في الريال وورد كمهندسة أجهزة طبية، فأنا مش ماكلة هم أي شيء. يحذف القناة يسكروها، بفتح حشرة غيرها. ورح أحكي لكم عن القناة الجديدة رح أفتحها، لأنه هيصير فيها نفس مصارف هاي القناة، هيحذفوا لي كتير فيديوهات وهتتسكر اخرتها كمان القناة اللي راح افتحها جديد. ما عندي مشكلة مقابل اني اوصل الرسالة وبس والله. وبتمنى تكونوا بخير واولادكم بخير واحبابكم في خير. ديري بالكم على الناس اللي حواليكم، ترى الايام الجاية جدا صعبة وعم تزداد الامور سوء، فتحضروا للقادم. شكرا لكم ويعطيكم الف عافية، مع السلامة. ويا جماعة هاي مضاعفات لقاح الحصبة، تمام، ال MMR.